انا بحبكم جدا يا ولادي. انا مبسوط ان انا ربيتكم. انا مبسوط ان انتم ولادي. ربنا يخليك لينا يا حبيبي. ربنا يخليك لنا يا بابا. يا رب احسك موجود معانا كده دايما يا عبد المجيد. ده انت اللي محليه حياتنا يا زينب. ده كفايه صوابعك بس. انت بتعاكس ست قدامنا يا جدو؟ انت حبيب جدو انت يا شقي. انا اتطلقت. جوزي طلقني وقال لي انت مش هتقعدي في البيت لحظه واحده. يا لهوي. ايه؟ بنتي اتطلقت؟ ده جواب من الشركه بيقول ان ابنكم محسن اتوقف عن العمل عشان سرق العهده. يا لهوي. ايه؟ ابني بيشتغل؟ ابنكم اشترى مني حشيش وما حسبنيش عليه. يا لهوي. ايه؟ ابني بياكل حق الناس؟ قلبي. زينب كلم اخويا واعمل لي شاي. ايه الاخبار يا دكتور؟ لازم اتحرك دلوقتي. طب قول لي ايه الدنيا؟ انت كويس محتاج بس راحه تامه. خضتنا عليك يا اخويا. ما تخافيش يا زينب، طول ما احسك في الدنيا فانا قد الدنيا. كده بتعاكس ست قدامنا يا جدو؟ خضتنا عليك يا حاج. بس يا مدمن. هو انت مش شايف حالته عامله ازاي؟ بس يا حرامي. كان مستنينا فين ده بس؟ كان مستنينا فين؟ لسه بتحبيني يا زينب؟ ما بس يا راجل، العيال واقفه. كده بتعاكس ست قدامنا يا جدو؟ انت حبيب جدو انت يا شقي. يا رب جيب العواقب سليمه. العيال كبرت يا عبد المجيد، وانت خلاص هتطلع معاش. هنجهز بنتنا ازاي؟ انا هبيع حته الارض اللي في البلد. يا مصيبتي، هتبيع حته الارض اللي روحك فيها؟ روحي في العيال اكتر يا زينب. كل يوم برجع من الشغل مهدود، ابص في عين العيل من دول واسال نفسي ايه هي عاصمه كرواتيا؟ خد يا اخويا حتتين الصيغه بتوعي بيعهم ونجوز بيهم البيت. هتبيع الصيغه اللي روحك فيها يا زينب؟ روحي في العيال اكتر يا عبد المجيد. تعرف انا كل يوم بعد ما اخلص شغل البيت وابقى مهدوده ببص في عين العيل من دول واجاوب على السؤال اللي انت سالته. لسه بتحبيني يا زينب؟ يوه يا عبد المجيد، بحبك وبس. انا بعشقك، بحبه. بس الجيران هتسمعنا. خلي اللي يسمع يسمع يا اخويا، هو احنا بنعمل حاجه غلط؟ بحبه. طول عمرك مجنونه يا زينب. مجنونه بيك يا راجل. هو انت بتعاكس ست قدامنا يا جدو؟ هو مين ده؟ هو فين ابوه وامه الواد ده؟ عايزين امضة حضرتك بس على الورق ده. ايه ده يا استاذ؟ عايزنا نصور؟ اديك نص مليون جنيه. ولا 750,000 جنيه. امشي اطلع بره. جبتلكوا بقى شوية لب. ايه ده؟ ايه الزحمة دي؟ الحقنا يا اخويا، حفيدك وقع وانا بمسح الارض ومحتاج عمليه بنص مليون جنيه. ايه؟ هنجيب بس المبلغ ده منين يا رب؟ يا رب هات العواقب سليمه. كده بتعاكس ست قدامنا يا جدو؟ كده بتعاكس ست قدامنا يا جدو؟ اطلع بره، انا مش همضي حاجة. خد ورقك. خليك فاكر. الو. حفيدك بقى كويس يا عبد المجيد. ايه؟ يا ما انت كريم يا رب. وصاحب بنتك جالها عريس وهيخطبها بكره. الحمد لله، مشاكلنا كلها اتحلت في اخر حلقة. كتبوا كتابك يا نقاوة عيني، أحلى كلام بينك يا حلوة وبيني، جه اليوم اللي تكوني في حلالي، ما أنا أصلي طيب وأمي ده عيالي. الله يبارك فيكم كلكم.